السلام عليكم. الا كنتي من الناس اللي ما عندهم زهر وديما كتبكي وديما كتشكي حيت اي حاجه كتحط في يدك ما كتصدقش لك، عندي لك الحل ديالك في هذه القصه هذه وفي هذا الفيديو هذا. ولكن قبل ما هذا الشيء هذا كامل جيب معاك الدكه ديالك ديال اتاي واسمعني السامع وقرب عندي وحل قلبك وارتاح وعلى بركه الله نبداو حكايتنا مع احبابنا الملاح. القصه ديال اليوم هي ديال السي مسعود. السي مسعود واحد السيد اللي ديما كيتشكى وديما كيبكي، واي حاجه وقعت ليه في حياته ديما كيبكي عليها، وعمرك تشوفو ناشط في حياته، يعني ديما غير كيتشكى. واحد النهار تلاقى مع ولد عمو، وداك ولد عمو كيف ما ديما لقى السي مسعود ديما غير كيبكي وكيشكي. قال لي ولد عمي عندي لك واحد النصيحه، بانك تمشي عند واحد الراجل الحكيم كاين في واحد المدينه ويلقى لك الحل للمشاكل ديالك كاملين. قال لي وايلي حتى انا راه ما عندي زهر ما عندي كي ندير. سير عندك راجل الحكيم وغادي يلقى لك الحل المشاكل ديالك كاملين وغيولي عندك الزهر وتولي حتى ميسور. السي مسعود قال اجي نسمعوا الهضره ديال ولد عمي هذه المره هذه، ومشي عند هذا الراجل الحكيم واخا كاين في واحد المدينه اللي بعيده بزاف، لعل وعسى ما نبقاش منحوس ويولي عندي الزهر. السي مسعود غادي يوصل عندك الراجل الحكيم ويعاود لي القصه ديالو كامله ويقول لي بانه ما عنده زهر وغادي يتشكى عليه ويبكي عليه داك الشيء كامل وقع ليه في حياته. داك السيد الحكيم غيسمعو مزيان ويقول لي شوف عندي لك الحل. قال لي شوف بالليل غطلع للفوق ديال هذا الجبل هذا اللي قدامنا وغطلع وغتبات فيه الليل كامل، وفي الصباح غير طلع الشمس فيق بكري وتما هاد المشاكل كامل اللي عندك غادي يمشيو لك. ولكن بشرط واحد، لاي حاجه غتوقع لك ملي غتفيق تقول الحمد لله والشكر لله كيف ما كانت الحاجه، وملي غتتم هابط من الجبل اي حاجه وقعت لك غتقول الحمد لله والشكر لله وكون متيقن المشاكل ديالك كامل غادي يتحلوا. السي مسعود ما كانش راضي بزاف على النصيحه اللي قال لي الحكيم، ولكن قال اشنو غادي ندير؟ انا اللي جيت عنده عطاني النصيحه خصني نطبقها لعل وعسى ان الله يدير بها خير. ما علينا، غيوصل الليل السي مسعود غيهز معاه الماكله ديالو ويجدي معاه الدكه ديالو ديال اتاي ويطلع للفوق ديال الجبل. السي مسعود غيدوز الليل كامل ما غاديش ينعس وكيتسنى غير متى تطلع الشمس باش يشوف داكشي اللي قال لي الحكيم بان الحياه ديالو غادي تتبدل. المهم بداتو التغميضه واحد شويه وغير طلعت الشمس السي مسعود هو يفيق وبدا كيقلب الجناب ديالو، ما بات حتى شي حاجه اللي تبدلات. هو يقول في خاطرو هذا الحكيم هذا كيتفلى عليا. ما جاش فين يكمل الهضره ديالو هو يجي واحد العجاج اللي واعر بزاف، التراب والحجر اللي كاين حداه تقلعوا من بلاصتو. السي مسعود تخلع شويه ولكن قال واقيلا الحل جاي دابا، شي حاجه غادي تجيني في الفوق ديال هذا الجبل هذا. بقى كيتسنى صبر واحد شويه، مشى داك العجاج ويحل عينيه ما بات حتى شي حاجه تبدلات. هو يهز يديه ويلقى لاصق فيها واحد الخيط وفي الراس ديال داك الخيط لاصقه فيه واحد الفراشه. يلاه بغى يبدا ثاني يبكي ويشكي يقول وشوف هذا الحكيم هذا مصيفني حتى للفوق ديال الجبل باش انني نلقى في يدي فراشه، ويقول هدا الشرط الوحيد اللي قال لي الحكيم بانني اي حاجه وقعت ليا نقول الحمد لله والشكر لله. داكشي اللي كان. السي مسعود غادي يقول الحمد لله والشكر لله ويهز حوايجو ويتم هابط مع الجبل. يلا يتم هابط مع الجبل يتلاقى مع واحد المراه، وديك المراه عندها بنت حداها كتبكي بزاف، وديك المراه ما خلات ما دارت معاه والو، ما بغاش تسكت. السي مسعود غادي يمشي عند ديك البنيه وغيشد ديك الخيط اللي فيه ديك الفراشه ويعطيها ليها. غادي غير يعطيها ديك الفراشه ديك الدريه غتسكت وغتفرح، وداك البكا كامل اللي كان غيولي ضحك وفرح. ديك السيده ما غادي تقدى فرحه وتقول للسي مسعود بارك الله فيك سيدي عاونتيني على هاد البنيه اللي كانت كتبكي وما عندي حتى حاجه نعطيها لك من غير واحد 3 ديال الليمونات كاين عندي هنا غادي نعطيهم لك باش نشكرك على هادشي اللي درتي معايا. السي مسعود غادي ياخذ دوك 3 الليمونات يلا غيبغي عاوتاني يبدا يتشكى ويبكي بانه والو، شوف ما عنده لا زهر لا والو، ويتفكر القول ديال داك الرجل الحكيم وغادي يقول الحمد لله والشكر لله، اللهم 3 الليمونات ولا فراشه. ما علينا. السي مسعود غياخذ دوك 3 الليمونات وغيكمل الطريق ديالو وهابط مع الجبل. شويه غيتلاقى مع واحد المراه كبيره شويه باينه عليها عيانه بزاف، وغادي يمشي عندها قال لها مالك لاله؟ قالت لها ولدي انا عيانه وفيا الجوع ما كليتش من الصباح، ما بقيتش قادره حتى نتمشى باش نهبط ونوصل لتحت ديال الجبل. السي مسعود شد دوك 3 ديال الليمونات وهو يقطعهم وقشرهم وعطاهم وحده بوحده لديك المراه. ديك المراه غير كلات دوك 3 ديال الليمونات وهي توقد، فيتامين سي قضى الغرض ديالو. ديك السيده ما قدتها فرحه، قالت لي بارك الله فيك ولدي، عتقتيني من هذا الجوع ومن هذا العيا هذا، ما عندي ما نعطيك ولكن عندي واحد الشال هذا عزيز عليا بزاف انا غادي نعطيه لك باش نشكرك على هذا الشيء اللي درتي معايا. السي مسعود غيقبل ديك الهديه وياخذ داك الشال وفي بالو كيقول واش غندير انا بالشال، مالي انا مراش غندير بهذا الشال، ولكن تفكر داك الشيء اللي قال لي داك الراجل الحكيم ويقول الحمد لله والشكر لله. ما علينا. السي مسعود غيكمل الطريق ديالو غيهبط مع الجبل. واحد شويه غيتلاقى مع واحد الدريه مسكينه باينه عليها حزينه وكتبكي، مشى عندها ويقول لها مالك بنيتي علاش كتبكي؟ وهي تعاود القصه ديالها بانها جايه من واحد البلاد اللي بعيده بزاف وغادا باش تحضر لواحد العرس ديال العائله ديالها، والمشكل بان الحمار اللي جايه به طاح بها ولا عرش مابقاش قادر يتمشى مزيان، وحاجه اخرى حتى داك الشال اللي كانت لابساه باش انها تمشي به لذاك العرس ديال العائله ديالهم حتى هو تقطع لها في الطريق، وحشمات بانها تمشي عند دوك الناس ديال العائله ديالها داك الشال اللي مقطع. السي مسعود يحل الصاك ديالو
وغادي يجبد داك الشال اللي عطاتو ديك السيده من قبل وغادي يعطيه لديك البنيه. غايقول لها شوفي ماشي مشكل، قال لها ها واحد الشال هاكي خذيه وسيري عند دوك الناس وحضري لداك العرس. ديك البنيه مسكينه ما غتقدها فرحه وتاخذ داك الشال وغتعرفوا بانه واحد الشال اللي غالي بزاف، ولكن ما عندها ما تعطي للسي مسعود. وتقول السي مسعود قالت لي شوف بغيت نشكرك على هذا الشيء اللي درتي معايا، ولكن هذا الحمار هذا هو اللي عندي وهو مسكين راه كيعرج وداك الشيء ما غنكملش به الطريق، غادي نمشي على رجلي حسن ليا، غادي نوصل دغيا للعرس اللي بغيت نمشي ليه. قالت لي الا ممكن تقبلوا من عندي وتاخذوا من عندي كهديه. السي مسعود يلا غيبغي عاوتاني يتشكى وغيتفكر عاوتاني النصيحه ديال داك الراجل الحكيم وغادي يقول الحمد لله والشكر لله، اللهم هذا الحمار هذا كيعرج وما قدرش يتمشى نمشي به ولا ما يكون عندي حتى شي حاجه. ما علينا. سي مسعود غيهبط من الجبل وغيتم غادي للمدينه، وفي الدخله ديال المدينه غيبان ليه واحد الراجل جاي من بعيد بواحد العود اللي كبير بزاف وباين عليه واحد العود اللي صحيح، وداك الراجل كيجيب واحد السرعه كبيره بداك العود، وداك الحمار غير جا حدا العود ويتعكل ويطيح العود وداك الراجل اللي فوقه. هنا داك العود غادي يطيح ما غاديش يبقى يتحرك والحمار غينوض بحال ما وقع عليه حتى شي حاجه. هذاك الراجل غادي يجي غضبان عند السي مسعود، غيقول لي شوف انا كنت غادي بالعود ديالي لواحد الحاجه اللي مهمه بزاف وخاصني نقضي واحد الغرض، وشوف دابا انت طيحتيني وها انت واقيلا كاع قتلتي لي العود ديالي وما عندي دابا كاع باش نمشي. هنا السي مسعود غادي يتخلع وغيقول داك الراجل اسمح لي يا سيدي راه ما درتش بالعاني، راه الحمار هو اللي تعكل وجا في العود ديالك وطاح، وراني كنشوف بان العود ديالك ما قدرش يتحرك مازال وما عرفتوش واش مات ولا لا، ولكن الا قدرتي عافاك تقبل مني انك تاخذ هذا الحمار هذا وتمشي به واخا كيعرج ولكن غادي يوصلك. وهنا داك الراجل قال لي واش عندي شي حل؟ قال لي راه داك الحمار غادي نمشي به، هو يمشي بداك الحمار. وهنا السي مسعود يلاه بغى ثاني يبدا يتشكى ويتفكر القول ديال الحكيم ويقول الحمد لله والشكر لله. ما جاش فين يكمل الهضره ديالو وداك العود هو ينوض بحال ما كان واقع عليه حتى شي حاجه. هنا السي مسعود غيشد داك العود ويقول عاوتاني الحمد لله والشكر لله ويركب فوق داك العود ويتم داخل المدينه. هنا غيتم داخل مع المدينه ويتلاقى مع واحد الراجل، داك الراجل غادي يوقفه غيقول لي السلام اسيدي، قال لي شوف انا عندي واحد الغرض اللي مهم بزاف في واحد المدينه اللي بعيده بزاف، وهذا العود هذا هو اللي بان لي الوحيد اللي قدر انه يديني، الا قدرتي عافاك تخليه عندي، وفي نفس الوقت راه عندي ها واحد الدار ديالي هنا واحد المزرعه ديالي وبزاف ديال الحوايج ديالي هنا واحد الحانوت، الا بغيتي ممكن تخلي هذا الشيء هذا عندك كرهينه تنرجع انا من السفر ديالي. قال لي ولكن الحاجه اللي غادي نقول لك الا ما رجعت من هنا 6 ديال الاسابيع هذا الشيء هذا كامل غادي يولي ديالك. السي مسعود قال لي اش غادي نقول لك اسيدي ماشي مشكل، هاك هذا العود هذا سير قضي به الغرض ديالك. داك السيد مشى وداز الاسبوع الاول الثاني الثالث زيد الرابع الخامس السادس السابع وداك السيد ما رجعش. وهنا السي مسعود داك الشيء كامل اللي كان ديال داك السيد كل شيء ولا ديالو. وهنا السي مسعود غيولي واحد السيد اللي لاباس عليه من بعد ما كان فقير وديما كيتشكى وديما كيبكي، من بعد ما لقى غير فراشه شو الله كيفاش سهل عليه ولا عنده محل ومزرعه وحانوت وبزاف ديال الحوايج وتزوج وسهل عليه الله. وهنا غادي تسالي القصه ديالنا. ندوزو المواعظ والعبر. الموعظه الاولى اللي غنستافدوا من هذه القصه هذه بان داك الحكيم ما قالش للسي مسعود سير للدار ديالكم نعس فيها وداك الشيء كلشي اللي بغيتي غادي يجي لك، لا قال لي شوف غادي تمشي طلع للفوق ديال الجبل، وملي كنقولوا طلع الفوق ديال الجبل اللي غيدوز من دوك المشاق كاملين باش يطلع للجبل وغادي يتعب باش انه يوصل للفوق ديال الجبل، ومن بعد ما يوصل للفوق ديال الجبل غيخصو عاوتاني يتعب باش انه يهبط من الجبل. هنا الحكيم كيربي بانه خصو يخدم باش يوصل لداك الشيء اللي بغى. الموعظه الثانيه باننا خصنا ديما نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ونديروا الاسباب باش اننا نوصلوا لداك الشيء اللي بغينا، ماشي غير نعسوا وداك الشيء اللي بغينا غادي يوصل لينا، خصنا ديما نديروا الاسباب. واذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. الموعظه الثالثه والمهمه اللي غادي نستافدوا من هذه القصه هذه باننا خصنا نحمدوا الله ونشكروا على اي حاجه كتوقع لينا قليله ولا كثيره، وهذا الشيء كامل راه داخل في الايمان ديال المسلم، الايمان بالقدر خيره وشره. يعني اي حاجه وقعت لنا في الحياه ديالنا خصنا نحمدوا الله ونشكروه، ما عرفناش شنو غادي يجي من بعد. شوفوا غير السي مسعود بدا من الفراشه الليمونات الشال الحمار العود، ومن بعد كملها بانه لا لاباس عليه، وهذا الشيء كامل داروا اللي بدا كيحمد الله ويشكره. وان شكرتم لازيدنكم. والله سبحانه وتعالى ملي كنحمدوه ونشكروه كيزيد يعطينا من الفضل ديالو. ونكملوا القصه ديالنا بهذه الايات القرانيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. إلا عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تبارطاجيه مع كاع الناس اللي كتعرف، وما تنساش بانك تخلي واحد الكومونتير وجيم وتقول لي كيفاش جاتك هذه القصه هذه، وما تنساش تابونا عندي في فيسبوك انستغرام وفي يوتيوب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كان معكم خوكم عز الدين بنان، خير ان شاء الله. السلام عليكم.